السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده بقى هنعمل معاكم كبده. جبت كبده كده قطعتها تقطيع عصافيري زي ما انتم شايفين، وجبت فلفل، وطبعا هنا بقى ملح وفلفل وبابريكا وكزبره ونطرات صغيره كده وشويه من الملح وبصل. يا جماعه لونه قد كده اهوت. بس اهم حاجه البرطمان اللي انا عملته معاكم التوم، علشان ما كانش عندي توم. هناخد بقى معلقه حلوه كده محترمه من التوم. دي اول حاجه احنا هنعملها. شوفوا معايا الطريقه. هي بقى زيت كده معايا، شويه كده من الزيت صغيرين، معلقتين كده نزلت بيهم بالثوم. نحط كمان نص معلقه كده حلوه، لان دي اهم تركه يا جماعه. وهنحط كمان وهو ناي في الاخر مع الكبده. التومه فاتحه ما شاء الله كانها فريش. مش متخيلين بقى ريحه الثوم عامله ازاي. هنعملها بقى كده اهوت عشان مش عايزاها تتحمر معايا. وهنيجي الكبده دوبك بس تاخد لون ذهبي كده، وهنيجي نازله بالكبده تقليبه بقى حلوه كده. عارفين ريحه التومه لما بتبقى ذهبي يا جماعه بتدي ريحه خطيره. هنقلب بقى تقليبه ونوريكم. وبقى تقطيع عصافيري. بصوا كل حاجه رفيعه خالص فيها دي يا جماعه التركه. هنقلب بقى التقليبه دي. بصوا يا جماعه انا عاملاها عصافيري خالص. هنسيبها بقى تتحمر معايا كده حاجات بسيطه. طبعا انا مش عايزاها يا جماعه تاخد سوا جامد. هننزل بقى بعد كده بالبصله. بصوا اول ما تبدا تاخد معايا لون هننزل بالبصله نقطه صغيره كده. مش بنحب بصل كتير يعني، بس يا دوبك تاخد طعم. وبعديها هنيجي نازله بالفلفل. بصوا كميه قد الكبده بالظبط، بس البصاره الله هي اللي بتحلي معايا الكبده. برضه هنحط بقى نقلب كده تقليبه محترمه. مش متخيلين الريحه عامله ازاي. ايه يا جنى؟ تحفه. وكمان الريحه يا جنى طالعه عامله جميله ازاي. جميله خالص، روعه. يا دوبك بس كل المكونات دي هتدبل معايا. في بقى فلفلايه كده كبيره شويه نحاول نكسرها. كل ده بقى والكبده لسه زي ما انتم شايفين كده. ريحه جميله خالص. سوا بس انا هنديها سواها كامل. المرحله ديت بقى يا جنى هنحط بقى كده. الثوم اللي كنا مخزنينه هنحط. انا حطيت في الاول ثوم. هنحط بقى معلقه صغيره كده من الزيت، معلقه صغيره ماشي، علشان تطلع معايا كده مفرفره وحلوه الكبده. ونحط التومه اللي احنا كنا مخزنينها معاكم. بس التومه دي مش هتتحمر جامد، احنا بس يا دوبك تاخد طعم كده. ونشيل البصمات. ومحضره بقى ليمونه، عصره ليمونه كده محترمه. بصوا زي ما انتم شايفين فريش كده علشان تتحط على الكبده. هننزل بقى الفلفل والكمون والبابريكا والكزبره. لو عايزين نقطه الملح. طبعا لو عايزينها سبايسي هتحط، بس احنا مش هنحرقها يعني يا جماعه كتير. شطه متخيلين بقى هي دي الريحه اللي بتخلي التوم لما يتحمر في الاول. وكمان بنحط التوم ني. ما شاء الله بجد بجد جميله خالص. خرافيه. احلى كده ممكن تدوقوا. يلا يا جماعه جنى هي بتقول لكم ريحتها تحفه خرافيه بجد. وهي جنى تتلسع. هنعصر بقى في المرحله دي الليمون بيخلي يديها مزازه، مخليش لها اي زفاره. وهنحط شويه فلفل كمان يا جنى عشان انا حاسه ان احنا حاطين فلفل مش كتير. نطره كده من الفلفل علشان تبقى حلوه، وملحها وتوابلها مظبوطه ومتظبطه. تمام اهو. كمون
وايه وهنشوف كده ايه ملحها يا جنى. حاضر. مع الكبده ديت شويه بطاطس متحمره. بصوا عايزين ندوها بس ايه تشميعه كده في الزيت زي بتاعت بره بالظبط، بس احنا مش مكترين الزيت. هما 3 معالق لنص كيلو كبده. ربنا يحسن ما بين ايدينا يا رب. بصوا الكبده ما شاء الله والريحه ريحتها جميله جدا. التركه فيها يا جماعه ان احنا بنحط الثوم يتحمر في الاول وبعد كده بننزل بالكبده فبتاخد من طعم، وبعدين بننزل بيه وهو ني له كده ده بيديله طعم تاني. مش عايزين نكتر في السوا بتاعها عشان ما تجلدش معايا، تبقى طريه كده وجوسي زي ما انتوا شايفين كده، رقيقه جدا عصافيري خالص زي ما انا مقطعاها كده. بصوا بقى يا حبايبي، علشان هي طابت معايا، هي مش بتغيب في الطياب، هو يا دوبك المده اللي انا فتحت فيها الفيديو ديت. في الفتره دي بقى هنبقى مغطيين عليها كده. طب ليه؟ علشان تتن طريه معايا وزي بتاعت بره بالظبط وما تنشفش. كمان بقى مع الكبده قلت بقى ايه نعمل شويه بطاطس كده نحمرها حلوه معايا كده. البطاطسيه كده نمسكها كده ما نقطعهاش طوليه، يعني مش كده يا جماعه، لا كده هو بعرضها كده علشان تطلع معايا احلى صوابع من النص كده. ودي سلسله بقى الفيديوهات اللي هتنزل لكم بتاعتي. عملت الفرخه في فيديو، عملت المكرونه كده كده ايه. بصوا بقى هنبدا ايه نعملها صوابع. طبعا انا غسلاها غسله نظيفه وهنشطفها كمان شطفه علشان لو في اي حاجه. طبعا احنا مش بنستكفي بقى بالميه دي، قبل ما نخرطها كمان هنقطعها لان كل مره بتنزل نشا. هنحمر بقى البطاطس معايا كده، هنخرطها الاول وبعد كده نحمرها ويبقى ايه سندوتشات كده، نعمل لهم سندوتشات بطاطس بالكبده. وجبه سريعه لاولادنا، لو في عشاء لو في فطار لو في غدا مفيش مانع برضو. كله فضل وعل من ربنا. ربنا يجعل يا رب كده ايه في بيوتنا البركه ويحسن ما بين ايدينا يا رب. شكرا يا جماعه لكل الاشتراكات اللي بتزيد، بجد انا مبسوطه خالص، بتشرفوني. طبعا وجودكم اصلا في القناه بتاعتي شرف ليا. ربنا يحفظكم جميعا، وكل ده طبعا بفضل ربنا. ربنا يقف جنبي كده ان شاء الله، والنجاح ده هو برضه بفضل ربنا ثم فضلكم. انا عايزه بس تعملوا لي تعليقات. الاشتراكات فعلا ما شاء الله، بس نفسي بس اعرف لو في حاجه عايزين اعملها، طبخه معينه، اكله، حلويات، اي حاجه ممكن برضو تعرفوني. كومنت كده بيجبر الخاطر منكم. طبعا في بيقولوا لي انت الفيديو بتاعك صغير، بدات اعمل لكم ادمج لكم كام فيديو كده على بعض، كذا حاجه مع بعضيها. وعايزين الروتين اليومي، حاضر هنعمل ان شاء الله باذن الله. كل ده هو برضو في التعليقات اللي فاتت في الفيديوهات اللي قبل كده. في واحده تونسيه مش عارفه طلبت مني ايه كده برضو مانيش فاكره. انا مش بفهمش اللغه دي بجد يا جماعه والله بجد. هي مغربيه، لا مغربيه مش تونسيه، عفوا انا نسيت. انا هنشوف برضو هي الطلبه ايه اللي هي طالبه ده، ولو حاجه في بلدهم هنحاول برضو اللي انا ايه نعملها. لان انا طبعا مش طبعا انا قلت لكم انا مش شيف يا جماعه، انا بنعمل ايه القناه دهيت بالاكل بتاعنا المصري، ويعني ما بحبش يعني ايه ما يكونش فيه مصداقيه بيني وبينكم. حاجات من بيوتنا. ربنا كده يبارك لي ويبارك لكم جميعا. بصوا بقى اهم حاجه في البطاطس المحمره يا جماعه عصره الليمون. العصره دي اللي بتخليها تدي قرمشه حتى لو ما كانتش تحمير. طبعا بنديها الملح لان مش هنحط لها ملح تاني، بندي لها شويه ملح حلوين كده لان هي في الميه اصلا بتشرب، وبنسيب الملح في الميه
بتتشرب بس من طعم الملح. ولو في معلقه خل هنحط، ولو يا جماعه ودي الطريقه دي برضو للشيبسي، ولو مفيش برضو عادي. شويه ملح وخلاص، مش عايزين نقف على حاجه يعني، الدنيا سهله وبسيطه. هنسيبها بقى شويه كده لما نيجي نحضر. بصوا بقى انا بنسخن الزيت وبننزل بس بطرف كده بسيط نشوف الدنيا عامله ايه، بعد كده ننزل بالبطاطس كده علشان ما تكترش عليا. نبدا واحده واحده بقى كده اللي انا مفرطها في الزيت. ودي طاسه يا جماعه مخصصه للقلي، الطاسات التانية اللي بتلمع ديت، بس دي للقلي يا جماعه، بتبقى هي كده بصراحه. انا غير راضيه عنها بصراحه، وعايزه ندعكها بسلفه دعكه جامده، بس هي لها وقتها ان شاء الله. هي تعتبر برضو ألمونيتها باينة، انا بشوف طاسات غامقة خالص، بس ان شاء الله باذن الله هيجي دورها ولمعها تلميعة محترمة زي ما كان البوتاجاز كده برضو بالظبط. نسيب بقى كده، لازم ينزل في زيت البطاطس، تنزل في زيت سخن علشان ما تبقاش طرية معايا، عشان مش هنقلب تاني. بصوا عملت بقى زي ما انتوا شايفين كده طبق سلطة كده زي ما انتوا شايفين، وايه، وطبعا معاه بقى ايه الليمونه كده نعصرها عصره حلوه. نسيب واحده كده بحالها. وانا بقى ايه قلت حاجه بسيطه بس ايه بلعوا بيها. طبعا السلطه بقى بيلزم لها جزر وبيلزم لها حاجات كتير، قلت بقى كده ايه حاجه برضو ايه احسن من ما يكونش موجود. ونطره بقى كده صغيره من الملح ماشي، ومعلقه من الخل، معلقه برضو صغيره كده من الخل، ونقلبها تقليبه كده محترمه. نروح بقى نبص على ايه، نبص على البطاطس ماشي. بصوا المرحله دي، بصوا قرمشت ازاي وخدت لون. طبعا بقى ايه تتقلب عادي، ونستنى بقى خلاص هي جمدت كده معايا، مش طريه اللي هي تتكسر مني. طبعا ماشي افتكاسه يعني يا جماعه، ده بطاطس محمره، بس انا يعني الفيديو لازم يبقى ليه برضو شدته. كل واحد بقى على حسب اللون، انا بنحبها محمره زي اللون ده كده، ده كده الذهبي ده. نطلع بقى البطاطس ونحط معاكم الكبده دي بقى. البطاطس شويه ملح كده صغيرين، شويه فلفل. طبعا ملح مش هنحط يا جماعه، احنا حاطين ملح، هي واخده ملحتها في الميه، ملحها في الميه. قلب تقليبه كده حلوه ماشي. ومعايا السلطه اهي. هنجيب بقى طبق الكبده، نعمل بقى طبق الكبده كده حلو برضو. عايزاكم بقى تصلوا على الرسول وبصوا بقى للكبده بتاعتنا الاسكندراني. بصراحه هم على طول الاسكندراني اللي هم بصراحه اشطر ناس واكتر ناس عملت الكبده دي بصراحه، فبجد شابوه الاسكندرانيه. ادي بقى الكبده، وادي البطاطس، وادي السلطه، ربنا يحسن ما بين ايدينا. وطبعا في مكرونه طبعا هنسخنها علشان هي احنا في ساعه اصلا، وطبعا مش بنهدر اي حاجه، كل حاجه بتتكلف، وربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم يا رب. وان شاء الله باذن الله سلسله فيديوهات، ويا رب نكون عند حسن ظنكم. ما تنسونيش في الاشتراك واللايك والشير وكومنت حلو كده يكبر الخاطر. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.